فانتي شابو. ضيفتنا اليوم امرأة مختلفة في كل شيء، بطلة قدرت تتغلب على مرض السرطان مو بس مرة، 3 مرات. ياسمين يسري حولت كل ألمها وصعوبات حياتها من عمر 25 سنة إلى قوة تساعد فيها كثير من المصابين والمتعافين من مرض السرطان. قبل ما نستقبلها في الاستوديو نتعرف عليها أكثر. ياسمين، اولا يعني حقيقي انت يعني سوبر وومن، اوكي؟ وعايزه اقول لك على حاجه، يعني انا لما باجي اشوف التقرير ده واعرف عنك، انت يعني واحد عشان يتغلب على المرض مره واحده ده بياخد ازاي من نفسيته ومن صحته، اوكي؟ دي مش مره واحده، 3 مرات. فانا بشوف، انا مش عارفه، وانت عندك 25 سنه وكنتي مخطوبه وكنتي داخله على شغل جديد، ازاي قدرتي تعملي كده؟ أول مرة ولا ال3 مرات؟ لا يعني مرة الثانية كل شوية، ازاي يعني مرة وبعد كده الثانية وبعد كده الثالثة؟ بتستخدمي نفس الأسلوب عشان تعرفي لا تقومي نفسك تاني ولا كل شوية كده؟ هو الحمد لله مشيئة ربنا رقم 1. أنا بس عايزة أهنيها، عايزة أقول حبيبي دي كانت أنا عايزة أقول إنك أنت يعني اكزامبل رائع لكل السيدات. الحمد لله. وربنا يحميكي ويحفظك ويبعد عنك كل الامراض. وانا شفت سيدات صحباتي مروا بالظروف دي هيت والحمد لله دي جوت اوفر ات. فانتي شابو. بجد الحمد لله الحمد لله. احكي لنا بقى. اول مره بالنسبه لي كنت اللي هو 25 سنه لسه متخرجه وببتدي شغل جديد ومخطوبه حد بنوته بتبتدي حياتها من اول، يعني بتبتدي حياتها بقى اللي هي ايه ده. اكتشاف مرض السرطان كان بالصدفه البحته، اللي هو يعني بعمل تشيك اب عادي، فقالوا لي ياسمين انت عندك مرض السرطان، وقالوها لي بعد 3 شهور. يعني الدكاتره بيبقوا مش خايفين يقولوا الموضوع دوت علشان قلقانين وفي نفس الوقت مش عايزين يخوفوني وسني صغير وكل الكلام ده، بس طلع عندي المرض وطلع في مرحله متاخره. وانا صغيره يعني وانا عندي 25 سنه، طبعا بيبقى دايما السؤال اللي هو ليه انا واشمعنى دلوقتي وليه لما ببتدي حياه جديده والواحد بيشوف شكله هو عنده 25 اللي هو لسه هبتدي حياتي بقى، هي حد بقى ايه ده. واول حاجه الدكتور لما بيقول انت عندك مرض السرطان او بيقول خصوصا للسيدات او للبنات شعرك هنقصه، لازم تقصريه علشان هيقع. فده اول ما بيقول لك الخبر بيقول لك لازم طبعا، لازم طبعا، لان اي حد بيجي عليه كلمه سرطان خصوصا البنات والستات بتبقى الكيماوي هيوقع شعري. ده اول شيء كثير ناس يفكروا فيه، الكيماوي هيوقع شعري. وانا لاحظت انك قلتي تعرضتي للتنمر في دي الفتره. تعرضت للتنمر بسبب ان انا كنت بلبس باروكه. يعني إيه؟ انا ايوه يعني ايه؟ ايوه كان اللي هو ماشيه بلبس باروكه. هو انا خدتها من برايس عشان انت بتقولي عديتي ازاي. ان انا كان وقتها كان طالع موضه سنه 2007، كان طالع موضه البواريك رجعت تاني. انا قلت ايه ده بقى، طب هلبس الاحمر والبس القصير وهلبس كل ده. لا، بتمشي في الشارع دي لابسه باروكه، دي اكيد قرعه. انا ببقى بقى ايه اقول لماما سيبيني هتصرف. هتصرف في بتاع سيبيني عليهم الكاميرا الخفيه، الكاميرا الخفيه سيبيني بقى ايه حرمي الباروكه في وشهم. برافو عليكي. ايوه دي باروكه. برافو. هعمل ايه؟ ايوه هي دي باروكه. ماما تقولي اقول لها يا ماما الناس لازم تعرف ان كل واحد يخليه في نفسه. بس كان عندك انجر واثر عليكي هذا الشيء كثير؟ طبعا اكيد طبعا انه انا بعدي بظروف صعبه، انت مش المفروض تحكم عليا بالظبط بشكلي اللي انت شايفه اللي هو عكس
المعايير وعكس توقعات المجتمع على شكل البنت تبقى شكلها عامل ازاي في سن ال 25 ولا 26، لابسه باروكه، ما مش عنديش عارف حواجب، ظروفها. ما عنديش رموش، ما عنديش كل الكلام ده، مالكش فيه او مالكيش فيه. صح. ده مرض وهعدي منه. فببقى لا كنت كان كل مره، يعني المره الاولانيه والمره الثانيه، كنت اقوى. وكنت ساعات بنزل، كنت بوري الناس، يعني لو حد بيجي يزورني في البيت مش لابسه الباروكه، كل شويه بتقوي، كل شويه بقى خلاص، مش لو بتقولي واقع انا معايا. زهقت يعني انه خلاص معايا في فترات بيأس، بس ربنا عمل كده لسبب. وهو لوحده اللي عالم. اللي بشوف نتائجها دلوقتي بعد الحمد لله، بعد ما خلصت العلاج وبعد 5 سنين بحاربه في 3 مرات، بعد 12 سنه بشوف نتيجته دلوقتي. بس انا بقعد افكر انه ساعات بنقعد نقول انه ساعات لما ربنا بيمتحننا او بيدينا حاجات صعبه، انه بنقعد نقول يا الحمد لله ان ده حصل عشان انا قدرت اتعلم حاجه مهمه جدا منها. لكن ساعات بحس انه لا، يعني ساعات انا مش عايزه قوي. ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به. يعني مرات في حد بيقول او في مثل بيقول بيديكي قد ما تستحملي. بالظبط. ما ينفعش قد ما اتعلم من غير هتستحملي. الظرف ده، يعني ما ينفعش واحد كان يتعلم من غير الظرف ده.